السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنهضروا على خوسيفينا اللي شحال من مرة تجنبتها ما بغيتش نهضر عليها، لكن دابا جاتني صراحة عيقات وزادت فيه لواحد الدرجة اللي خايبة، وزادت كتفرش في راسها وكتهم راسها اتهامات، هي كتوجه راسها الاتهامات. غتشوفوا معايا في هذا الفيديو اشنو قالت هاد السيدة وفين وصلت بها الدرجة ديال الانحطاط. راه ما يمكنش، راه واحد الدرجة اللي صعيبة بزاف. المهم خوتي ما تنسونيش من اللايكات، البارطاج، كذلك تعليقكم، واخا غير بقليب، الله يجازيكم بالخير. السيدة اليوم من بعد هاد القصص اللي دارت هاد الايام كاملة وهاد الادسنس اللي مطلعاه بدمها وبعائلتها، اليوم خارجه لينا بواحد الفيديو اللي صراحة فيه إدانة لها. أولا إدانة كبيرة لها، هي أنها تحرض على الفساد، وأنها شافت واحد الجريمة وقعت قدامها، هي جريمة ديال البغاء اللي كنبلغوا عليها وساهمات فيها. لا وكذلك يعني تواصلات مع الناس اللي داروا ديك الجريمه ديال الزنا وتعشات معاهم. هادشي الا كانت ديك القصه بصح فعلا وقع داكشي كما كتقولي تيا. داك قندوسون اللي هو احنا عارفين شكون هو قندوس، يعني هي كتلمح الولد البهجه. ايوب انه كان معاهم في مراكش، وكان جاب معاه الخليله ديالو، وهي كتوصف ديك الخليله انها غايه في الجمال، الشعر كحل، لاطاي معدله يعني دايره التجميل، محيده الضلوع، لاطاي واعره، يعني هي في واحد الاشاره انها كتحاول تفقس وفاء يعني، وما دارتش بالها ان هذيك وفاء راه حامله. ممكن تسمع هاد الهضره وفعلا تكون واثقه في راجلها. راه شوفوا راه حنا عيالات، راه تكوني واثقه في راجلك مع اين ثقه فين توصل الثقه؟ ملي كتسمعي الهضره راه كتقرصي. ما قالتش حشومه، راه هاد السيده راه واحله في روحها وحامله. حشومه نقول هادشي لا، ناضت في التوقيت بالضبط، خلاتهم حتى جاو من تركيا، وراكم عارفين الغيره والسم والحسد. بانوا لها الناس جايين، مشاو تسراو. اجي دابا مشيتي فوجتيها وفاء، اجي لهنا نكدها عليك. ناضت هاد سيدي قالت لكم ان هي كانت شاهده على واقع ديال الزنا يعني راه حنا ماشي قور، حنا راه مسلمين. لالا كيفاش نتيا كتعاودي لينا القصه ديال انه هو جاب الخليله ديالو ومعاه خوه واختو، كاينه نتيا كاينه اختك. يا سلام، حضرتوا ليهم وكليتو شربتو، دوزات معاه 3 ايام، شرا لها لي كادو، شرا لها البارفان. يا سلام انت حاضره لهادشي كامل وزدتيها وجملتيها من الفوق، يعني انك كتوصفي لنا الواقعه ديال الزنا اللي وقعات، وانه دخل وغسل الكرفان ورش فيه الريحه ودخلوا. يعني انتي كتقولي يعني انهم قضاو الغرض تما، يعني انهم كانوا باتوا تما، يعني وقعت الخيانه وانتي شاهده على الخيانه وما بلغتيش. اذا انتي لم تبلغي على جريمه، اللي كديني راسك بخبارك الشي غادا تبقاي تحفري يا خوسي فينا، غتبقاي تحفري واحد الحفره وانتي غدا وكتغرقي حتى غادا تطيحي فيها. كوني مأكده ان هادشي اللي تديري فيه، وما باغاش تسمعي الهضره لا ديال المتابعين. انا راه كنقرا التعاليق، كاينين الناس كيشجعوك، وكاينين الناس اللي كيقولوا لك رجعوا الله وحشومه، والسيده حامله علاش كتقولي هاد الهضره في هاد الوقت بالذات؟ السيده حامله ما خايفاش انها توقع ليها شي حاجه، تجيها شي هيموراجي طيح داك البيبي. انت ما مسوقاش لهادشي كامل، انت الغرض ديالك هو انك تفقصيها. شفتي سلاسل السفريه نوضتيها من قبل، هجيبوا الخاله هجيبوا العمه، فهمتي؟ دابا كتفقسي درتي الجهه ديال وفاء اللي عير البارح كنتي كتقولي انك كتبغيها وهي عارفه كتبغيها وما بيناتكم حتى شي مشكل. ها شويه كنتي كتقولي لينا ان كنتي كتلمحي ان سفيان هو اللي كيخرج الهضره ديال العائله.
علاش دابا جبتي لينا هاد الشخصيه الوهميه في هاد الوقت، ولا ما نعرف حقيقيه، الله اعلم. علاش جبتيها في هاد الوقت؟ ما بقاش سفيان هو اللي كيوصل الهضره، ما بقاتش نوال هي اللي كتعاود ليك دابا. زعما كتعاود ان ايوب تخاصم مع اختو حيت كيتهمها انها هي اللي كتعاود، ومادام انت صديقتها فراه اكيد كتعاود لك. سمحي لي، هي راه غير بريئه من هذه القضيه، غتكون عاودات لك واحد الوقت، ماشي عاودات لك حيت هي خايبه، مي لانها كانت كتثق فيك. خوشي فينا كانت كتثق فيك وربما كتخوي على قلبها. شوفي، راه الخوت عادي وقعوا بيناتهم المشاكل، راه حنا كاع عندنا خوتنا وعندنا خواتاتنا كنتناقشوا واحد النهار، تقدري تشكي لشي حد دارت لي اختي ولا كتحقرني ولا هادي، وانتي كيبان لك راسك انك محقوره، الاخرى كيبان لها راسها انك انتي غالطه في حقها. عادي عادي، تقدر تكون عاودات لك شي نهار نوال اخت البهجه ولا تشكات لك، خصوصا انكم راكم دم واحد وعائله وحده. فين كانوا كيظنوا هما انك شي نهار غادي تخرجي لهم نتيا من الجن؟ فين عمرهم ظنوا انهم شي نهار غادي تخرج لهم بنت عمهم تشرشمهم في اليوتيوب كما دايره ليهم دابا؟ لحمهم وبيناتكم الرحيم، سيد ربي سبحانه وتعالى وصى على الرحيم وصلة الرحيم. انت اللي شاده هذا الرحيم دابا كتقطعي فيها وكتمرمدي فيها كيف ما بغيتي، بقيتي كتستفزي، بقيتي كتنقزي. كان عندك مشكل مع البهجه، وقع لك مشكل ماشي تا مع البهجه، مع الضيفه اللي كانت عندهم في الجزائر. شويه نقصتي العائله، نقصتي لعمك، نقصتي لمرت عمك، نقصتي لولد عمك، شويه داكشي غادي وكيكسير عندك. شويه نقصتي ليونس، نقصتي لمرتو، شويه نقصتي لخواتات يونس. وملي ناضخوه مؤخرا يلا ناض بدا كيجاوبك، وبدا حتى هو كيلوح في القرطاس. ما عجبكش الحال، ما عجبكش الحال ملي تقاصيتي، ملي كنتي انتي كتهمي الناس كان عاجبك الحال وباغا كلشي يصفق لك، لكن ملي ناضخوهم اكيد مالو ما فيش النفس، اكيد غادي ينوض يدافع. راه خواتاتو هذاك اللي كتضربوا اليوم في العرض ديالهم، واش ما كتحشموش؟ واش ما عندكمش الوجه؟ لا، انا نوض نقول اللي بغيت ونالف القصص وندير عليكم مسلسلات، لكن نتوما لا لا لا, لا ما تهضروش عليا. انا راني رابعه العدويه. اودي اش غادا نقول لك؟ الله يهديك، الله يهديك ويرد بيك. وانت اختي انا بغيت نعرف واش ما عندك ما عندك اب اللي ردعك، ما عندك عائله اللي يقول لك حشومه هادشي راك كتشوهي بينا. هو انت كتضربي في عمك راك كتشوهي في راسك، راك كتشوهي في عائلتك. شكون هذا الراجل اللي غادي يمد لك يدو ويجي يخطبك ويتزوج بيك كيشوفك انت كتمرمدي في عائلتك؟ عاد واحد الام اللي نفرض كاع هاد السيد بغاك وغيتزوج بك، واش امو غادا تبغيك او لا دخلاتك شي وحده لدارها؟ انا نقولها لك، هذه تقول هذه جوج سيمانات ندوزوها معاها تخرج تفضحنا تعاود اسرارنا. راك كتدمري في راسك، كل ما كتزيدي ديري بحال هكا كل ما كتدمري في راسك، كل ما كتدمري في سمعتك، سمعة عائلتك من سمعتك. هذاك راه عمك، والناس شافوا اشنو دوزتوا مع بعضياتكم، وكليتوا وشربتوا وتساريتوا وفوجتوا، كلشي شفناه، كلشي شايفينه، وانتي كتضربي. غيجي شي حد مازال يقرب لك ولا يثيق فيك؟ مستحيل، نسيها، نسي ان شي حد يثيق فيك، ولا تقفك هو المحيط ديالو ما غاديش يثيق فيك. سمعتيني؟ لقيتي شي دمدومه يتزوج بيك، لقيتيه مو ما غتثيقش فيك، اختو ما تثيقش فيك، عائلته ما يثيقوش فيك، يقولوا شو هذا دمها اللي عشت معاهم ما رحماتهمش، اللي جالسه كتقولي نتوما ما كانوش عندكم، ما عندكمش الناموسيات، ما عندكمش فين تنعسوا، فين تباتوا. وانتي دابا طفرتي عندك ناموسيه، انتي طفرتي. فين هما الاخلاق؟ فين هما الاخلاق؟ راكي ما مربياش، راكي ما مربياش وسمعيها، ما مربياش. اللي مربي ما كيجبدش اسرار عائلته، راه كنشوفوا الويل والويلات وكنستروا. علاش؟ لانهم عائلتنا، راه كنشوفوا ما عرفتش شنو، وكتقولي لا هذوك راه دمي، سميتي سميتهم، انا مرتبطه بيهم. واش باك راه هو وعمك راه في نفس الحاله المدنيه، واش باك غادي يمشي يقطع الحاله المدنيه؟ غيحيد الحاج، ولا الحاج غادي يحيدو من الحاله المدنيه؟ راه ما يمكنش، راهم خوت وانتي كتدمري في العائله وطالقينك. انا ما عرفتش واش الام ديالك اللي محرضاك،
انا ما فهمتش. انا الام ديالك خاصها تدخل، خاصها تحبسك على هادشي اللي كديري فيه. الاب ديالك فين هو؟ اللي حنا شفنا البارح الخاله اللي كانت معاك، السيده مره قالت له انك انت وباك ماشي علاقتكم ما مزياناش. انا ما فهمتش، كاينه شي حاجه، شي كاينه علامه استفهام تما. يا اما انت هادشي كنتي مخططه ليه وكنتي كتوجدي ليه، وديك الصوره اللي كنتي كتباني معاهم كنتي كتحاولي انك كتوجدي لهاد النهار. انا لحد الان انا راني ما فهمتش شخصيتك شنو هي، الا من غير انها الغدار غداره فعلا غداره، لكن فين باغا توصلي؟ انا ما فهمتش فين باغا توصلي. مازال بغيتي تضربي ليهم في الشرف ديالهم، تعيريهم، تسبيهم، ما يدعيوكش، ما يديروا لك شكايات، ما يخرجوا يتعاطاو معاك في اليوتيوب، اكيد هما ما غاديش يتعاطاو معاك، ما يجاوبك حتى واحد، يخليوك غير بوحدك تضربي. ما يخرج لا يونس لا خو يونس لا حتى شي واحد لا خواتات يونس يدافعوا على راسهم. شكون انتي؟ شكون انتي؟ اكيد واحد نهار غادي يخرجوا غادي يدافعوا على راسهم. كيف ما وقع خو يونس صبر حتى يفتح وخرج لك، حتى هو راك عارفه النيفو ديالو خاسر، وغتبقاي هكا تحفري حتى غادا تطيحي في واحد الحفره. دابا انت اليوم خارجه كتقولي لنا انا راني حضرت لواحد الجريمه، جريمه ديال الزنا، وما بلغتش وما عيطتش للبوليس، وانا شاركت فيها وحضرت، ديتي الاثم مع الله سبحانه وتعالى. الا كانت هذيك القصه حقيقيه ديتي الاثم مع الله سبحانه وتعالى، انك ما غيرتيش المنكر. ياك وقع واحد المنكر حداك ياكي وانت ما غيرتيش المنكر، وديتي جريمه، شاركتي في جريمه. لا انت لا خوه لا اختو لا اختك، كلكم خاصكم تحاسبوا الا كان هذاك الشيء بصح. يعني نتوما كتدعموا الدعاره عندكم عادي، يعني كل ما تخاصمتوش كنتي مره اخرى غادي تلاقى بديك الخليله ديالو، ربما تعطيه شي بيت في داركم لا تلقاو، ربما. ايوا عرفي راسك شنو تديري، وجمعي راسك. راه بعض المرات شحال من خطره واحد السهم كنبغيو نتيريو به في شي شخص اخر كيدور كيجي علينا. المهم بهذا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا اليوم. صراحه بغيت نعطي رايي في هاد السيده اللي ولات غير كتخربق، ولات صراحه كتخربق داخل لها الحلوفه. خليو لينا لايكاتكم، تعاليقكم، بارطاجي لجدكم بالخير، ومع السلامه.